أصبحتم بالخير يا أخوان، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، الله يعطيكم الصحة والعافية. المهم أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، ما شاء الله. ريح كل رطب مبارك. قال يقول لما تاكل حبة حبتين صادق قاعد بالحل. مسك كيف حقه يعني هو صادق مهارينه ومفهمينه من قبل، من اليوم. لأنها طعمنا من الليل قصة، لا تقص الصبح بالليل. الحين عاد يومين هي ما قاصنا، يومين كاملات نيين ما قاصنا. أنا دور بس كلنا نفضه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. المزرعة دي يعني تعجبني ما ابغى اخذ منها في الصيف، بس الثمرات والرزق الخير، الرزق الطيب اللي فيها. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. طيبي يسميه صادق طيبي. لكن يعني يرطبن حلو صراحة، ومفصل منه كم نخلة، 12 نخلة، مش انها وحدة ولا شيء، 12 نخلة. يعني شكله للمدلوجي كنا بين مدلوج ولا خلاص هاي يسميه طيبي. كنا وايد لذيذ. احنا ندور صادق لهين ما شفناه. هو صادق بل صادق. رجع عنكم شايف حلو. يعني يقول من احسن مبارك والسالم. زين. ودي الحرية حقه مع حرية ما يقص لي جالس يعطيني البني كام. قاعد اشوف اخي اسود بعطيها الحلال بني كام. بليه ما شاء الله يا الحرية. ايوه نبتد الحرية ما حصلنا. صادق مبارك لعبنا صادق ني ما قاصنا الحشيش. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يقول لك كانت ما تثمر، اعطاها مسامير تقريبا كذا، بس اثمرت السنة. أيوة. خيرات الله. ندور ابو الخير. ابو الخير يقص حاله ذا راعي جت برياله وما يقص ليل، ما عارف يقصه. خنازي كنا يا صادق كنا حاجة نادينا ثمرة التين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. حصلناه بالخير عليه بالخير. قلنا له قصنا من الحرية ونكاب خلي حد غيرنا يشيل، انا ما بقول كذا. قلنا قصلنا من الحرية يقصلنا من اللوبيا، ما نبغى كثرته ما حلو، خاصة الحين عاد في بذور يكون حار وايد اللي فيه بذور. ايوه الواحد ميدايه يا اسهل اكثر عن يوم، يعني يعطيه جت وهو يحب الجت وايد، صار له اسهل. طبعا الجت حلو وطيب، لكن في برد في حر يوم لا تقدر تجلل منه شويه. ايوه لكنه لما يكون نظيف وما فيه كيماويات، حتى في الصيف يعني ما يضر وايد، لكن لما يكون فيه كيماويات يعني يبهدل حلالك. واكبر سبب لموت المواليد ما اقول لك الجت، الحشائش. مثل ما اقول لك اكبر سبب تسمم المواليد هذه الحشائش الخضراء. ما منفرة، لكن ما بحشائش الخضراء اللي هي ذي، لا اللي هي اللي محصله كيماويات ومحصله مبيدات عالية تتسمم. بخبركم بقصة استوت تسمعوها بعدين. ايوه اوجي ما شاء الله يا اخوان. لا ابو الخير كبير اعطي كبير زين كبير هذه يا ابو الخير. صادق ما حد من كل يوم اقول له صادق انت بالليل قصر لي من الليل، انا الفجر بعد صلاه الفجر يشله هنا الصبح ما حد، يعني الحين على الساعه 7 وبعد ابو الخير الحين قصه. مبارك
رتبنا ابو الخير اليوم، وربطها طيبة وفوق الطيبة. لوبيا برد وايد، وكذلك وتدرج الحليب للابقار، خاصة للابقار. الابقار يعني عجيبة عجيبة، وتعطيك طعم رهيب في الحليب. اللوبيا طبعا كلها خيرات الله. زين والله انه راحة نفسية لما تجلس في مكان. كم حب اعطي؟ كم حب اعطي؟ وصدقي انا كلام صادق 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 ما يحصل. اقول لك انا اشيل هذاك الساعة 4 حبة رطب اكل، 4 حبة مع الطيب ياكل شوية مشكل. 4 حبة ريالين، زيتن شوية زيتن بعد ما بتحصل بعدك فايدة، ما بتحصل فايدة. زيتن كان 4 حبة بريالين. كيف حالك؟ انا خبر كل يوم في الليل قص. هذا ابو الخير قص لا مشانني ولا مشان من ابو الخير قص؟ عادي انت مشان ليه؟ زين حر يريد لا؟ 3 نفر يريد لوبيا. زين حر يريد ان شاء الله. حرية برابر ما انت حرية، ما يحصل سمسم سوق كله ما يحصل. ابو الهار استو من نازله يلا لوبيا لا. ايش يقول؟ لا واحد نفر يقول يريد لوبيا 3 ريال، مني نفر ما سبق. ماشي يا؟ لا سبق مني. وين؟ سبق. اليوم هذا صغير ربطه. شو؟ ايش؟ ربطه؟ ربطه؟ ايوه هذا برابر. انا بفكر اعطيها شويه. وين ربطه وين؟ هي صادقي وين ربطه؟ اليوم وين نروح اليوم؟ الله عليك. اول صبح الله عليك. تعبان حبيبي. يعني نشوف صوت خلاص روح. في هم في دكان. ما يروح هذا عياده؟ في موجود دواء حبوب شرب حبوب. زين ان شاء الله. صادق انت في موجود مشان مقطع زياده ان شاء الله. مع المقطع زياده موجود ولا خلاص؟ موجود الحمد لله. زين المهم اللي باع بعطيكم رقمه تواصلوا معه. يا حي برزق يمضوا على هله، يا حي برزق يمضوا على هله. كيف اصبحتن؟ روحكم بخير. يحييكم تعال مسكين. جايبينها اليوم اليوم صادق كرمها اليوم، جايبهن حريه وجايبهن لوبيا. يلا جايبهن حريه وجايبهن لوبيا وجايبهن خيار الماكله. اليوم الطبق نوعي يدنا العيد الكبير، كلنا وشربنا من خيار الماكله بالعافيه. يا بحر قولوا بسم الله، قولوا ما شاء الله. بالعافيه عليكم. اسمع الصوت انت اسمع. ما تعد قام تصيحك صيح الغريبه. بعدها ما هي بعدها. هي صيح غريبة صيحتها يا أخي. 1 2 3 بعدها. ما هي تعال هناك. اسكتت. تعالي تعالي طبعا حليبة دايما الغنم. تعالي خلطة الصالحة. بالعافية بالعافية بالعافية. بعدكم تقولوا بالعافية. اخوها ياكل وهي شربت مرضى يعني بترضع تاكل بالعافيه. مبارك وتسالم. اشهد وكفو مبارك وتسالم. اشهد وكفو. شباب الضوء. هي شباب الضوء. تمام. عاد ان نغسلها ما نخليها كي لانها تحمض. لان خليتها بدون تغسيل على العصر تحصلها حامضه عاد. لازم تغسلها بعد شرب وشروه.
والله صاب المولود صابه بلع، صابه مرض، صابه لازم يصيبه مرض. مرضعته تخليه هيك بحليبها طول فترة النهار وفي الشمس. دخله بعدين داخل ستور. وبيتك يا النهار وبيتك. لو راح تولع انت جلس سيده وطي الشخطنية عند الليفة. روح باقي تسوي حيدك انت فنان. ولع هنية هي ذاهب ولا متولمة حالك، بس شبه هني وخلاص. شوي افتحها. ايوه روح ولع بسرعة. بتحرق عمرك يا ولاد، بتحرق عمرك. ايوه كو. هذا روح ايوه كفو. طفت ابويه. الحين كيف؟ ايوه خليها تتباع بس بيك مقصر. والله بتولع جا بتولع. كيف؟ هاتي خليها فيها. ايوه ولعت. توليت اليوم مبارك شباب بالضبط. ما هي توليتك ما هي. في وضع بتخاف ثاني زي ولا هي روح. يات مبارك يات النار بس خلي ابوي خليها تحرق عمرك. يلا يقول لك شعر رعد طايد فتوى تحريجه في اخير الشهر. ما تنتلي من خبرها ما تنتلي. حلفت لك بالكعب ان ما عندي خبر الا العسر صابح يحن ويعتري. خيبه كرمك مبارك كلهم برا على اليوم. نارك ما في نارك اليوم. برا بالشاول لا بالشاول. ايش شاول؟ شاول ايوه دخل الكرب اللي داخل. ايوه كهو بس خلاص. المهم ريقنان طاحي باب اليوم. ركبت المقبرة سرينا. صنديد يا صنديد ان شاء الله على صنديد. ما شاء الله على صنديد. كم واحد يسألني بكم طالب فيه. سبق وذكرنا ونعيد ونكرر قايلين صنديد 110. ايوه ما ظلمناك ولا ظلمنا عمارنا. ابوه شايفينه وعارفين مستواه وعارفين جرمه. ولد 5 شهور طاول امه. ولد 5 شهور. ايوه والفحل مشروع الفحل نخليه حن يطلع الحليب من خشمه. ايوه مشروع الفحل حجازي اموره طيبه فوق الطيبه. عندك 110 تواصل وقابل التفاوض بحدود المعقوله. جي عنكم يا هيا يمسيكم الله بالخير. المهم اليوم سرحناها شوي سرحناها. هاي غيرين جو ماجد جاي والوالد جي عنكم. كان فاضي عاد نستغله في التنظيف والترتيب. هذا منظفينه قبل 4 أيام تقريبا كذا. لكن المكان يعني انا اقول لكم النظيف مش اللي هو وايد يعني تقول السماد يعني مي حتى يوني. لما يكون وسخ يطلع عن 4 5. احنا ليه منظفينه. مرة امس حتى التصوير كان واضح امس. هاي يخلي يومين اليوم الثالث انظفه. وهني بط كم مسويات بالمكان. نجربهن. قال يقول واحدة في يد الله فيهن فايدة احسن عديها. انا ما ظنتي قال شوف فانا بنشوف عليه. الحين المكان احاول اسكر الفتحات هذه من الجوانب وحاول تظله بنسم لان في كم فار في العزبة نبنسم من ثم بنسكر. مثل هني نسوي له بطانية من هني نسوي له شيء. المهم نسكر عليه اساس انه ما يدخلن علينا سناير. ايوه لان سناير مشكلة عود سناير تمني ياكل فروخ صار. هذا فروخ ما ريال
باقي لنا بس تسكيرة مني وتكون الأمور سهلات إن شاء الله. بس تسكيرة مني باقي. جوزتنا المهم شوي عايبنها الوضع سرحات اليوم، كذلك صنديد يتنطط وكي عنكم مسين مع حلالنا. عندك تسألت وهني الحطب تتصاب لنا موجود هيك اليوم حال اسمه جايب لنا حال مغبره. طبعا برا العزو ما داخل العزو، في حال الحطبه برا. صنديد ايش فيك؟ مطلع روحك ومسترخي برا. بالعافيه عليك بالعافيه يا ما شاء الله تبارك الله. دخل الصيف ودخلت الخيرات معه. ايوه يرخص الحشيش ويرخص الرطب ويرخص السح وكل شيء يكون حلو ورخيص فيه. المهم دائما الف ذيه حال حلال، حاجه قويه 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 جدا تقدم على حلالك. ايوه ماشي جنبي طاله، فعاد انه بدل ما يرعي ويروح اشله وحاله الله حمله تجيب له كميه متوسطه، مش انها كميه كبيره. الاغصان تطلع وياكلها عادي الاغصان الحلال هو، لكن انا اخذ البذوري. ايوه تخطب عليها الشمس وتدوسها ماشي حيوان ياكله، فاخذ المتيسر دائما، اخذ المتيسر معها. حتى بالسنه الماضيه كنت اشيل ما من السنه بس يعني ان شاء الله. المهم لفينا اللي رايدنا يا الله فتي عنكم. هذا حب الغاف سبق انه تكلمت وقلت عنه انه من اقوى الحاجات اللي يمكن ياكلها الحلال وغني بالبروتينات. هل انا فحصته؟ لا انا ما فحصته، لكن تشوف الحلال يجيك ميبال يجيك مسيوح تقول اوادم لما يكثر، يعني الحلال يقول لما يكثر هذه ويكثر القرموس اللي هو يشبه هذه لكنه ما السمر، هذه مع الغاف لما يكثر يقول شيل عن عمرك الاوزان اللي تجي في الهوايش، يقول بروتين عالي جدا وهناك الله اعلم. لكن لما اعطيتني للحلال الفتره الماضيه ما شاء الله ان حاله وشهيته تغيرت وايد. ايوه حاجه قويه جدا تقدمها لحلالك ومجاني وموجوده وما في حلال يرعى عليه جاءكم. وكذلك ساعه في تنظيف البيئه. الله يعطيكم الصحه والعافيه. جمد ريحته. المهم بسم الله بالعافيه. كيف عجبك؟ ناسبك؟ ايوه بالعافيه عليك. طيب بسم الله كل هذا كيف؟ بالعافية. خليك تعال. مثل هذه دي لما نطلع في التصوير. ناسبهن وايد. طيب ما شاء الله عليه. لك الف معالف. دش بالعافية. هي كان ماكل شعير وايد تعبت علي مسكينة كم يوم. نسينا الباب الحين جاي مستعجل ليش؟ زين
المهم بالعافيه. لكن انا جايبين الموس لكن نسينا البنزين، خلاص نضيع المره 100%. طيب قالوا نسيل البترول، لا مستحيل اسيل البترول، ما اسوي مواد كيماويه حالا. ما اعطيك راعة نعطيها هي الحين بعد جالس. لا نعطي الصالح بنعطيه بيبجي باكر بنجيب لها ان شاء الله. عنكم يا حي مسالم. سؤال لينا أكثر من مرة حتى على مستوى عمان ومستوى الخليج. لا إله إلا الله. مشكلة بخار يحرق خايس ينفض اليدين. ليش تفوه الحبوب؟ والله يا طويل العمر أفوه الحبوب أساس أوفر على نفسي. أيوة شعير لما ما طبخه يكون زي الوحدة من الأزيال الصغار، تكون زي الوحدة قبل لا طبخه. من طبخه يطلع زيلتين ونص 3. ايوه الكميه نفسها في البروتين مال البروتين، يعني بروتين ما يزيد لما تفوح شعير الحالة. لكن احنا لا نفوحها مع مرات سح، مرات نفوحها مع شويه خبز، مرات نفوحها مع عده اشياء. طبخ الحبوب ما هي مغبره مثل مال الباطنه فيها عوم ومعوم وفيها مرات قشور، خاصه لما يكون مثلج اطبخه وقدم للحلال. مستفيد انا اقول لكم والله مستفيد. ايوه سمنة الامهات تكون متوسطه، ما تكون طالعه ضلوعها وحاله لله، تكون متوسطه. الانتاج يجينا زين، نبيع الانتاج نبيع العيال وتمشي على طريقة خير. ايوه واحد من الانتاج. وفي من الامهات بروحهم من الله تعبانات يكونوا جايبينهن عجايز. ايوه ما ترى تكلف فيهن وتدين وحالة لله عشان اني اطعمهن خيار الطعم واطلع انتاج ابيعه ب50. لا يونت الشعير تمشينا 3-4 ايام حال 35-40 راس. وفرت وسمعوا بالله من الشيطان طلع لي انتاج وطلع لي حلال بقى قيمه. اما لو كنت نعطي الشعير كيه بدون ما طبخه بدون هاك والله ما اقدر. والله الشهر الاول الشهر الثاني بودرها الشغله. لكن طبخ الحبوب وايد مساعدني وايد. صنديد ما هاي علي المكروه. ايوه لكن انا في مرحله من حياتي مرحله انتقاليه لازم ابيع. مش يحب في وادي ما حب في وادي، اذا خلاها هانت علي واذا التيس ما هان علي. ايوه فمن جي عارضين بين 110. ليش عارضنا بيجيمه؟ قلت لكم ما غاليه وابو غالي وحلال. اللي يفهم في حلال باكستاني وحلال حجازي يعرف ان التيس طيب. انا في حلال باكستاني يعرف ان التيس طيب، واللي ما يفهم بيقول مو ذا. ما كل حلال لازم ان يكون المربين يكون عندهم حلال رحبي. ايوه صنديد اشوفك جيت بتعض يدين، تشوف بتعض اليدين اللي طعمتنك. هي قاوي مكروه هي قاوي. روح عادي انك تذكر الله يا غافر. قول بسم الله قول ما عاد خلاص هي يقلون هي يقلون. خلطة الصالحة اسمها انقذتنا من فتنة خلطة الصالحة. ايوه والله بنتها روحت كانت ممستة في حليب اعطيناها من الصالحة. يعني ما شاء الله ان بنات يعني لا بنات الشيء اللي ميته منهن طبعا. ان شاء الله سوينا 3 مراضع الصبح و2 وربع العصر. حليبها وافي حليبها وفير. بنتها كانت حلو ويوبتها لكن خسرناها في المرض يدخل في العزبة. ايوه ترى الله يا غافر. قول بسم الله قول ما شاء الله. ما حلالنا جالسين مصبرين عمارنا. باربي تعي متى ما اسمه ما تباني ما طلعها حباك عامر راعيها. هو يطلعها هو اللي يدلعها يعطيها سنيكر ويعطيها ويقولون نيدو. اول كان متخاوي هي النيدو اول يعني متسلي هو صفر. حتى واحد قال ليش بعت صفر؟ مو منه صفر انا يمكن مبطل مكثر في التيوس في العزبه يبيع ويروح. لو صفر كان جاي يسخله واعطونا فيها القيمه اللي بايع بها صفر كان بعتها. نعم ما خليته. مثل ما قلت لكم انا في مرحله انتقاليه ولازم ابيع. لازم ابيع. ايوه كان هين هي هذه عجوزتنا. ايوه
كم واحد وكم واحد يعني استلمها من عندنا. لكن انت عاد تحب اخواتنا ما نطلع العجايز لانهم منتجات يعني الشاة المنتجة واللي امورها طيبة ما تطلع من العزبة لكذا، تطلع الشاة اللي فيها يعني يقول ان الشاة تطلع بقيمتها لان الشاة متخلص منها تطلع انت. اما ان الشاة ولد لك ومنتجة وعيالها طيبات تطلعها ليش؟ يقولون مقصرت فيها في الحبة اليوم. مو فيش مو باية. ايش فيك؟ روح تعال تعال سمعر. هي يا صيفر هي يا صيفر. المهم خلاص خلصت شغل اليوم. مقبرة فوح عشان الهلال نروح إلى طريقة خير. هذه ما عرفنا ايش قصتها. هل هي عشار ما هي عشار؟ مشكلتها انها وعرية اول كانت تمسك. الحين متوعرت وايد توعرت. يقولون عذبتين يقولون عذبتين شوي دخل وجهك في فمك. ايش تبي؟ ايش تبيك؟ روح. يا نصر واد سالم مروحين. بعدين استوعبت ان امس فاتح يونيت تشعير اليوم خلصت. كيف؟ يعني يوم شفت المكان فيه اثار جريمة ان غنم يدخلن وياكلن يونيت تشعير. ايوه فما حشاهن انه مبل يعد لا يعد ماكلات اليوم اللي قبل يونيه. وامس فاتح يونيه واليوم خلصت هوش اللي وادم يدخلن مني مهمة كاسر من الثور. الثور اول كان يعق عمره في الشباك طيحه وداخلات غنم ويدخلن. في واحد من العزب هذا عنده شيء مكروه. تعرف هنا الفتحات في عزب ما عزبتين العزب اللي كامل تعرف من هنا الفتحة وتعرف تدخل وتضر وتطلع وتستارب مرة المرات. انا شفتها انه فاي الشباك من عند الدرام ودخل راسه من ثم دخل جسمه تدخل وتتبع عنها 3-4 ويوم انا داخل شفت يطلع قلنا لا حول ولا قوة الا بالله. انا اول كنت افكر حلال الرحب اللي ياكله وكنت خلاص انه كان هنا ببيع انه ناحية انه يطلع وياكل الشعير. اصرح حلال الرحب مسكين مظلوم. هذا الشيء المكروه تدخل